طبعا كلنا شفنا الميركاتو الشتوي الممتاز اللي عملته إدارة نادي الزمالك، واللي تعاقدوا فيه مع لعيبة كويسة جدا، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، واللي كان من أهم أسباب فوز الزمالك بالكونفدرالية. وزي ما احنا عارفين اننا داخلين على الميركاتو الصيفي، واللي طبعا اداره نادي الزمالك بتحاول انها تدعم الفريق اكتر بحيث انهم يقدروا ينافسوا على الدوري وكل البطولات. وبتكون اول الخطوات اللي اتخذتها اداره الملكي هي التخلص من اللعيبه اللي المدير الفني مش هيعتمد عليهم في الفتره اللي جايه، واللي ابرزهم بيكون المدافع محمود علاء، واللي طلب رحيله عن النادي مع بدايه فتره الانتقالات بسبب انه مش موجود في حسابات المدير الفني جوزيه جوميز. وتاني الضحايا معانا بيكون المهاجم ابراهيم ناداي، بسبب انه مرتبه كبير جدا بيوصل ل 3 مليون دولار ومش بيقدم المستوى المطلوب منه، وكمان علشان يوفر مكان للاعب اجنبي مكانه. اما بقى سامسون اكينيولا مهاجم الفريق، بتكون رغبه اللاعب هي البقاء في الفريق، لكن المدير الفني مش مقتنع بيه، لكن اللاعب منتظر فرصته مع النادي، لكن الأقرب هو رحيله في الصيف. أما بقى زيزو وعواد وصبحي اللي انتشرت الإشاعات عن رحيلهم مع نهاية الموسم بسبب انتهاء عقودهم، بيعلن رئيس نادي الزمالك حسين لبيب إنهم مكملين مع النادي وهيجددوا، ولا نية لرحيل أي لاعب منهم. أما عن اللاعب يوسف أوباما واللي بينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، واللي محدش عارف هو هيكمل مع الفريق ولا لأ بسبب تذبذب مستواه، شوية يبقى جامد جدا وشوية يبقى مستواه في الأرض، وجوزيه جوميز محتار من الإبقاء على اللاعب وتجديد عقده ولا يمشيه، خصوصا إن في أكتر من لاعب مميز في مركزه زي عبد الله السعيد وناصر ماهر ولاعب شاب زي سيف جعفر، لكننا هنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. لكن بقى بالنسبة لسيف الدين الجزيري المهاجم المتألق في الفترة الأخيرة مع الزمالك، واللي حسم مباراة القمة في الدوري بعد ما سجل هدفين قدروا من خلاله انهم يحققوا الفوز، بيتأكد بقائه مع الفريق واقتناع المدرب جدا بيه واعتماده عليه في الفترة اللي جاية. ودي بتكون ابرز اللعيبة اللي مربوط اسمهم بالرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم، لكن مش كل الاخبار مؤكدة بنسبة 100%. لحد دلوقتي كلنا منتظرين فتح باب الانتقالات ونشوف ايه اللي هيحصل.